بصوا خطيرة. هنعمل أحلى وألذ وأطعم فتة شاورما سوري. هقطع نص كيلو من الفراخ البانيه بالشكل ده. أنا قطعت كل الفراخ اللي عندي. هحط معلقة بابريكا ومعلقة سماق، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة بصل بودرة، كوباية من الزبادي، معلقتين زيت زيتون عادي، ما عندكوش زيت زيتون حطوا زيت نباتي عادي. وهقلبها كويس قوي. بس هسيبها بقى في التتبيله شويه كده لحد ما اعمل الرز والعيش وابتدي ان انا اسويها. طاسه عندي واحط اي ماده دهنيه وهنزل عليها بالفراخ على نار عاليه. استوت معايا واخدت كمان لون تحمير تحفه. كنت صغنطوط قوي. مش بحمصه في الزيت بصراحه، انا برش عليه رشه زيت وادخله الاير فراير. ممكن ادخله الاير فراير، ممكن نحطه في الفرن شويه لو احنا عايزينه اخف من التحمير في الزيت. يعني جاهز اهو كله قطعته. اعملوه باي طريقه بتحبوها. انا بنقعه كوبايتين رز، حطيت عليهم كوبايتين ميه سخنه وسبتهم نص ساعه. منكهات الرز ورق لورا وحبهان الفعدان ومعلقه بهارات فراخ، وهنزل عليهم بالرز واقلبهم، واحط الملح بتاعي، واحط كوبايه شوربه وكوبايه ميه. الطبق عشان نرص الرصه العالميه. هحط شويه توميه وعليهم شويه عيش متحمص. بقى الرز بتاعي بصوا مفلفل ازاي، خطير. انا حطيت لون طعام احمر عشان يحمر معايا كده، بس ده اختياري عادي يعني، انا ما كنتش بحط قبل كده. يعني حطوا شويه كاري، شويه كركم، ده بيصفر شويه الرز لو انتوا عايزينه اصفر. يعني كمل بقيه العيش بقى على اطراف الرز كده بيديله شكل حلو قوي. واحط بقى شويه توميه على الرز كده قبل الشاورما. هحط الفراخ بتاعتي كلها على الوش، هحط عليها شويه تومية تانيين كده على الوش، شكلها خطير. ودول شوية لوز مقشور. تمام هحطه كده برضو، محتاجين لون اخضر بقى كده. بصوا كده على الوش عشان يبقى. ودي اللوحة الفنية اللي هتزين سفرتكم وبالهنا.